السلام عليكم. شو؟ لأيمتى بدنا نضل عم نخسر؟ هذا فليك حالف يمين ما يخسر بحياته ولا نهائي يعني؟ مع الريال 3 نهائيات، 3-2 3-2 5-2. على فكرة أنا توقعت النتيجة صح، توقعتها 3-2، والله 3-2 توقعتها، بس توقعتها لصالح الريال، والريال كان قادر إنه يساويها هي النتيجة. انا مستغرب شو اخرتها السيره هي معاهم هدول فريق الريال هذا تبعنا. انا ما عم بفهم شو هالسيره. الشوط الاول ما له علاقه بشيء اسمه كره القدم. انا حاسس حالي عم شوف فريق مبتدئ، باصين ما عم يعرفوا يعطوا، لا في ضغط، لا في حده، لا في ركض، لا في سرعه، ما بدهم يلعبوا. بحس انه فايتين على الملعب بس هيك يلا مضوا لي هال 90 دقيقه وخلصوني، وبعدين يعني هذا الشوط الاول. اصلا كيف حطوا جولين بالشوط الاول ما بعرف. الجول الثاني شغل الله يعني، اللاعب بالارض رفع رجله قام فات الجول. جارسيا مثل العاده كورتوا بالشوط الاول طابتين قام. في لقطتين ثلاثه صارت، وين لقطتين ثلاثه؟ يمكن شي 20 مره صارت، شفتها لمحتها، والله كنت بدي اصور بس كنت خايف من الحقوق بصراحه يعني. هي القصه من السنه الماضيه مزروعه لسه براسهم من ايام انشيلوتي. اجا الونسو طورها، هلا تطورت معه هي القصه اكثر. الطابه بتكون مع لاعبين برشلونه عم يتناقلوا الطابه بين بعضهم، باص من هون باص من هون باص من هون، ما في احلى من هيك. لعيبه برشلونه، لعيبه الريال واقفين مواجهون، بينه وبين لعيبه برشلونه متر ونص، متر ونص بكره القدم يعني. هي شغله كثير كبيره يعني، هون مساحه كثير هائله تعد. الباصات عم تنتقل من رافينيا، بيدري، دي يونغ، عم يعطوا باصات بين بعضهم ما في احلى من هيك. ولاعيبه الريال عم يتفرجوا عليهم هيك، عم واقفين عم يتفرجوا هيك بعاد عنه متر ونص. انت كيف بدك تستخلص منه كره؟ كيف بدك تبني هجمه؟ الفكر اللي عندك انت شلون فايت فيه؟ يا الونسو يا حبيبي يا روحي، انت شلون فايت على الملعب؟ انت قايل للاعيبتك انه بتكون الطابه بين ايدين لعيبه برشلونه، لازم انتو ما تدقروها، لازم تكونوا بعاد عنهم، ما بدي حدا يضغط على لعيبه برشلونه. ليش يعني؟ بس العكس صحيح عند برشلونه، لسه ما بيمسك الطابه لاعب الريال 10 بنطوا عليه. ليش؟ لانه فليك هيك بده، لانه فليك هي منظومته، منظومته هجوميه. انا ما بحب دافع، هيك فليك حاط براسه. تشابي الونسو يوم عن يوم انا عم بفقد ثقتي بصراحه فيك. اول ما اجيت على الريال لعبت دوري، لعبت كاس العالم للانديه، والله لعبت مباريات حلوه وحسينا انه يا سلام هالبطوله هي السنه هي الموسم هاد، اوه حنشوف فريق غير شكل. شو صار لك؟ شو صار يعني؟ شو صار معك؟ شو صار معك؟ ما فهمت شو صار معك. اوعى تتحجج بالاصابات، كل فرق الدنيا بصير عندها اصابات. انا عم بحكي كمنظومه فريق. شو اللي صار؟ يلي مطير لي عقلي ومخي وما عم يخليني اقعد اصفن وفكر، والله العظيم مرتين ثلاثه ما بدي اصور بس بدي احكي فش خلقي يعني. اكثر شغله مستفزه بريال مدريد، اكثر شغله مستفزه ما عم بقدر بتحمل هذا الموقف نهائيا، ما عم بقدر بتحمل ولا عم بقدر بتصوره، انه الطابه بتكون بين رجلين لعيبه الخصم. انت شو عم تعمل؟ ليش ما بتضغط عليه بتخلصوا الطابه وبتبني هجمه؟ شو السبب؟ لا لازم اقعد دفاع، استنى لازم خلي مترين ثلاثه بيني وبين لاعب الخصم. لك ليش؟ اكثر شيء، اكثر خطا بتعمله انت، هذا الخطا اكثر خطا بتعمله. انا هذا ما عم بفهمه شو القصه. بعدين الشوط الاول خلص 2-2. كيف هذا اصلا نحن كيف حطينا جولين ما بعرف. هلا شلون نحن اكلنا جولين معروفه، هي الطابه البينيه هي والضعف الدفاعي اللي عندنا هي حفظناه، ما عاد في مشكله. مين ما كان بيحط علينا جول، اذا بنجيب فريق هونولولو بيحط علينا جول صار عادي يعني، ما عاد في مشكله عندنا يعني. الجول مين ما كان بيحط علينا جول، بس نحن كيف حطينا جولين. الجول الاول فينيسيوس تمام، والله لعب مجهود رائع، مجهود رائع. مثل ما حكيت الفيديو الماضي، انا حكيت الفيديو الماضي وقلت انه ريال اذا بده يساوي شيء رح يساوي حلول فرديه، ما عنده حلول جماعيه. هو هذا اللي صار، نفس التوقع تمام. هو تحليل متوقع يعني، هذا الشيء شفناه لانه من اول موسم شفناه، صار سنتين شايفينه يعني، مع الونسو اكثر كمان هلا صارت يعني. فينيسيوس اكد رقص عمل هيك حط جول، حل فردي بحت. جول غارسيا هو بالارض رفع رجله قام فاتت جول يعني رفع رجله بس صدفه هيك، مدري شلون فاتت جول يعني. يعني المباراة اجت لعندك، الحظ عم يقول لك تعال يا اخي تعال فوز، الحظ عم يقول لك تعال فوز، الحظ عم يقول لك تعال فوز، انت بعدت عن الحظ، ما بدك اياه الحظ كله. الشوط الثاني فت يا سلام، استلمت الطابة، هجمت شوي، عملت لك الطابة طابتين خطورة كذا، ماشي حالنا لحالنا يا سلام. هلا الشوط الثاني الريال فايت هلا، بس فليك حسب الخطر دغري عمل تبديلات، نزل اولمو ونزل هذا الثاني هذا فيران توريس.
قلب المباراه كلها ورجع سيطر ومسك الطابه وما عاد شممهم طابه لريال مدريد، ما عاد شممهم اياها. ليش؟ لانه المدرب التكتيكي عرف وين في خطا في فريقه، نزل اللعيبه اللي بحاجتهم وقلب المباراه، مسك المباراه كلياتها. نحن مدربنا قاعد عم يستنى، ما بيعمل تبديل لا ياكل جول. حفظناها هي السيره يعني. بعدين في حدا بالدنيا بيطالع فينيسيوس؟ لك يا اخي فينيسيوس متالق. فينيسيوس ممكن بلحظه واحده انت صارت النتيجه 3-2 لصالح برشلونه، حدا بيطالع فينيسيوس؟ يا عالم يا ناس، قد ما كان سيء فينيسيوس هذا اللاعب ممكن ياخذ طابه، ممكن يتعرقل منطقه الجزاء، ممكن يخلي لاعب ينطرد، ممكن حدا ياخذ عليه فاولات انذارات. انت بتكركب فريق كامل في هذا فينيسيوس. يعني انت عم تعمل كل غلط. مو طبيعي، مو طبيعي. نزلت كيليان مبابي مع انه انا ضد نزلته 100%. اكل ضربه على رجله منيح لما انكسرت مره ثانيه رجله يعني. ربك رحيم، فز كمل المباراه. طيب ماشي، نزل كيليان مبابي، انت نزلت مهاجم، هذا المهاجم شو شغلته؟ هذا المهاجم اكيد ما رح يرجع منطقه جزاء فريقه وياخذ طابه يركض الملعب كله ويحط جول هو. اذا ما انت اعطيته الطابه ما في يجيب جول. انت شو الخطه اللي عملتها لتوصل الطابه لمبابي؟ اكا ما وصلت لعنده الطابه، ما لمس الطابه. انا حاسس حالي انه حسيت المباراه انه في لاعب ناقص. طيب ماشي، اخر 5 دقائق، صار دقيقه 90 وانطرد ديونج، صفي معك 5 دقائق، اعطاكم الحكم 5 دقائق، لعبتوا 7 دقائق لانه وقفت المباراه شوي. بال5 دقائق ضغطوا ضغط هائل، مو ضغطوا بشطارتكم ذكاكم، لا، برشلونه اللي تراجع لورا. روحتوا فلسطين. الفلسطيني اللي راحوا انا مستغرب كيف راحوا. والله فريق درجه ثالثه ودرجه رابعه مستحيل يروحون، خاصه تبع كاريراس. يا رودريجو يا فهمان يا حبيب قلبي انت، طب اجت لعندك ليش رفعت رجلك وبعدت اعطى لك؟ ما تشوطها انت تعبيها، انت مهاجم، مو كاريراس المهاجم، انت المهاجم، انت اللي عينك على الجول، انت اللي رجلك اخذه على الجول. شو خطر لك ترفع رجلك وتعطي لي اياها لكاريراس؟ كاريراس مو متوقع تجي لعنده الطابه، اجت لعنده عمل لك نكش شلون ما كان شرفها، راحت هي الطابه. طيب ماشي، امبابي اعطاكم طابه ثانيه لتشواميني، تشواميني راسه هالقد قد اللي يعطيني، ما عرف ينطحها يحط لي اعطاه محل مو واقف الحارس. شو النطحه هاي؟ شو النطحه هاي؟ وخسر الريال مثل العاده. بصراحة قراءة تشابي ألونسو لهي المباراة أنا بحطها 1/10 بس، 1/10. إذا وصلت لهون ومالك عامل اشتراك يا ريت تعمل اشتراك، وإذا مالك عامل لايك اعمل لايك، وسامحوني على العصبية بس اليوم أنا فعلا طالع أخلاقي على الأخير. السلام عليكم.